اهلا يا جماعه and welcome back to my YouTube channel. عارفه ان الفيديو ده اتاخر عليكم كتير، بس الظروف الفتره اللي فاتت ما كانتش مساعداني اني اصور وانزل الحلقه. بس ها نحن هنا. في حلقه النهارده هوريكم ازاي هنصمم التصميم حسب اختياراتكم، وكمان هوريكم ازاي بناخد المقاسات علشان نبتدي نشتغل على القطعه بتاعتنا، وهوريكم ازاي كمان بعمل الغرز. if you're interesting just keep watching، ويلا بينا نبتدي عشان كل مرة هيبقى ورانا شغل أكتر بكتير. طيب دلوقتي هوريكم ازاي الغرز بتتعمل. أنا عموما بستخدم الإبرة رقم 9، وده الخيط الأبيض بتاع البلوفر الأبيض اللي أنا كنت مستخدماه، لأني هجيب خيط نفس النوع فهيكون نفس التخانة بالظبط. أول حاجة بعملها هو إن أنا بطلع الخيط، برمي جزء منه ناحية إيدي الشمال، وإيدي اليمين بيكون الجزء بتاع البكرة هو اللي ناحيتها. بعدين بجيب إبرة من الإبرتين عشان ابتدي بقى احط الخيط عليها. بلف الخيط على ايدي بالشكل ده، بدخله جوه الإبرة، وبعدين بالخيط التاني هلفه كده، واخد الحلقة دي انزلها هنا واشد كده. اكرر بقى نفس الخطوات اهو، بدخل ايدي في الخيط كده، بعدين ادخله كده، وبالخيط التاني احطه على الإبرة كده واشد كده تاني اهو كده. الحلقات اللي بتتعمل على الإبرة دي عدد الغرز اللي أنا بشتغل بيها، يعني أنا كده معايا 3 غرز اهو. ولأن ده مربع هعمله صغنون، فهعمل عدد 4 غرز أو 5 غرز مش أكتر اهو، بالشكل ده كده. كده أنا خلصت عدد الغرز بتوعي اللي هما 1 2 3 4 5. طيب أنا دلوقتي عايزة أشتغل بقى العد بتاعي. هبتدي إن أنا أجيب الإبرة التانية واطلع دول لقدام شوية كده بس عشان يبقى فيه مساحة، وابتدي ادخل الابرة من تحت من هنا كده، والخيط اللي هو فيه البكرة خلاص الخيط التاني ده انا مش هستخدمه تاني. هبتدي ان انا الفه على الابرة التانية كده، وبعدين هطلعه كده واشد دي كده، واكرر نفس الخطوات في الباقي اهو كده كده كده. بعدين هدخل دي اهي كده كده كده. نفس الخطوات، ما بكررش، ما بعملش اي خطوة جديدة خالص. كده انا عملت اول سطر في الغرز بتاعتي. باجي بقى عشان اعمل السطر التاني هلف كده، بعدين هكرر نفس الحاجة اللي انا عملتها، او هدخل الابرة من هنا، بعدين هلف الخيط على الابرة التانية واطلعها كده، بعدين اطلع الغرزة. طبعا دي طريقة الغرزة اللي هي العادية اللي انا هشتغل بيها في البلوفر من جوه، يعني مش هيبقى الكولة او كده. هوريكم دلوقتي ازاي نعمل اللي هي الاساور اللي هي دي، التضليعة اللي فيها دي اهو. بفضل اكرر الخطوة، ما بعملش اي حاجة جديدة. كل اللي انا بعمله اني بدخل الابرة تحت الحلقة دي، بعدين الف الخيط، بعدين اطلعه من الحلقة كده. ده شكل الغرز معايا كده. والغرزة اللي انا اشتغلت بيها هي الغرزة العادية اللي هي اسمها معدولة تقريبا. دلوقتي هوريكم لو انا عايزة اطلع الجزء اللي انا اشتغلته ده من الابرة بقى، خلاص هقفله. ببتدي ان انا اعمل ايه، اشتغل اول غرزة اهو كده، بعدين الغرزة التانية، بعدين بسحب الغرزة الأولى من الغرزة التانية كده اهو، بخرجها منها كده. بعدين هشتغل الغرزة اللي بعديها، وهكرر نفس الخطوة ان انا هسحب الغرزة اللي على الإبرة في الأول من التانية كده، بكرر نفس الخطوات اهو.
بدخل الخيط كده، بعمل غرزة عادي جدا، وبعدين الغرزة اللي معايا اللي هي هنا دي بسحبها من على دي كده اهو كده. بعدين هسحب الغرزة دي من على دي كده، وفي الغرزة اللي هي دي هبتدي ان انا افتحها اهو كده وادخل فيها الخيط. بعد ما عملت بقى الخطوة دي كده هبتدي ان انا اخد الخيط اللي هو في البكرة ده واقوم قصاه كده ومطلعاه خالص بقى. فكده انا عملت الغرز وقفلتها، وده اول شكل للغرزة العادية خالص اللي هو اي بي سي. طيب لو انا عايزة اشتغل كلفة زي كده، او اللي هي بتبقى واحدة طالعة لبره وواحدة داخلة لجوه، بعمل ايه بقى؟ بجيب الابرة والخيط بتوعي وببتدي نفس البداية، اللي هو بعمل الخيط كده بدخل الابرة فيه، وبعدين بلف الخيط على الابرة واخرجه كده. بعدين اكرر نفس الحكاية عشان اعمل الغرز اهو بالشكل ده كده، واخرجه بالشكل ده كده واخرجه. اعمل هنا 6 غرز اهو كده واخرجه كده واخرجه. طيب انا كده بقى اشتغلت ال6 بتوعي اهو. هعمل اول 2 غرزة معدولة، تاني 2 غرزة مقلوبة، تالت 2 غرزة معدولة. يعني ايه بقى غرزة معدولة وغرزة مقلوبة؟ الغرزة المعدولة اللي هي بنشتغلها كده زي الغرزة اللي احنا كنا بنشتغلها في الجزء اللي احنا اشتغلناه اهو كده كده اهو. طيب الغرزتين اللي بعدهم غرزة مقلوبة، هلف الخيط بتاعي ادخله لهنا كده اهو. بعدين هشتغل بالعكس، يعني هدخل الخيط مش هدخله من الابرة، مش هدخلها من هنا، هدخلها من هنا اهو كده. وبعدين هلف الخيط عليها برضو وهشدها كده. الغرزة اللي بعدها برضو هعملها بنفس الطريقة اهو. هدخل الابرة من تحت كده وبعدين الف الخيط واعمل كده. طيب انا دلوقتي اشتغلتين الغرزتين المقلوبتين، هلف الخيط كده عشان ارجع اشتغل الاتنين التانيين معدولة اهو اهو. طيب السطر ده انا ابتديت باتنين معدولة ونهيت باتنين معدولة، يبقى انا السطر اللي بعده هبتدي باتنين مقلوبة وهنهي باتنين مقلوبة اهو. هلف الخيط الاول اللي فيه البكرة ده على الابرة كده، وبعدين هدخل من ورا الغرزة اهو كده، وابتدي الف عليهم الخيط كده واخرجه اهو. هكرر نفس الخطوة كده واخرجه. طيب بعد ما اشتغلت الغرزتين كده اهو هلف الخيط كده عشان اشتغل الاتنين اللي بعدها معدولين، لان الاتنين اللي بعدها بقوا معدولين طالما اشتغلناهم مقلوبين في الاول اهو. هنشتغل كده كده، هنلف ايدينا كده ونرجع نشتغل الاتنين دول مقلوبين اهو كده كده. ومعنى ان احنا ابتدينا بمقلوبين ونهينا باتنين مقلوبين يبقى اللي جايين معدولين اهو. اشتغل اول غرزتين معدولين كده كده، نلف الخيط عشان نشتغل الاتنين الجايين مقلوبين اهو كده كده. وبعدين 2 معدولين
بتطلع معانا بالشكل كده. طبعا مش بتبان قوي غير لما نعمل منها كذا واحدة. ده كده بيكون شكلها، بيكون ده لبره اللي هو المعدول فيه تخانة كده طالع لبره، والمقلوب بيكون داخل لجوه. وهي دي برضو 2 معدولين. لو لفينا كده هنلاقي من هنا 2 داخلين لجوه و2 طالعين لبره. فهي بتبقى واحدة مقلوبة وواحدة معدولة، اسمها كده علشان بتخلي في جزء عالي وجزء واطي. برضو عشان اطلعها من الابرة بطلعها بنفس الطريقة. انا دلوقتي هشتغل اهو في الجزء اللي فيه غرز مقلوبة، هشتغل الغرزتين المقلوبين اهو كده عادي جدا. بشتغل كل غرزة بغرزتها، يعني مش بغير الغرز وانا بشتغل اهو. وبعدين هاخد اول غرزة عملتها قصاد الغرزة التانية كده. بعدين اللي جاية معدولة هلف الخيط كده واشتغل. ادي واحدة، وبعدين هشد دي من فوقيها كده. اللي جاية برضو معدولة اهو، اشتغلها كده. وبعدين هشد دي كده. اللي جايين مقلوبين هلف الخيط واشتغلهم مقلوبين اهو، واشد كده. ده كده شكل الغرز من قريب. التريكو عموما ما بنشتغلش غير بالغرزة العادية دي او المقلوبة والمعدولة. وبنفضل بقى نلعب بيهم على الإبرة، يعني بنلعب بيهم عشان نقدر نطلع أكتر من شكل على الإبرة. بس كل طريقة فيهم بتطلع طبعا شكل غرز مختلف خالص. معظم اختياراتكم على الفيسبوك والانستجرام واليوتيوب ان البلوفر يكون لونه بينك وسادة. فيا جماعة البلوفر هيكون سادة ولونه بينك. قلت لكم ان انا بقرا كل الكومنتس وهاخد برأيكم في كل حاجة. فدلوقتي المفروض ان انا هصمم بقى الديزاين هيكون عامل ازاي. نقدر نقول ان ده الشكل المبدئي للديزاين. هنا هتبقى الغرزة كلها غرزة عادية، وهنا دي الكولا. البلوفر ده هيكون بلوفر اللي هو بلوفر عادي، بس الكمام بتاعته هتكون كبيرة، يعني هتكون الكم بتاعه واسع كده كبير، اللي هو بيبقى نازل من هنا كده، مش حاجة ماسكة كده. حاسة ان كده هيكون شكله حلو وجديد، وفي نفس الوقت هيبقى بلوفر اوفر سايز، فممكن اي حد باي مقاس يلبسه. دلوقتي بقى هقول لكم ازاي على الموديل دي ناخد المقاسات. نقيس مقاس من اول الرقبة هنا لحد هنا. بنقيس الحتة دي قد ايه علشان نعرف الفتحة دي هتكون قد ايه. وبعدين بنيجي من عند اول الرقبة من هنا لحد مثلا الحتة دي، بنقيس المسافة دي عشان نعرف احنا هنستوب الشغل فين ونبتدي نعمل الكلة من اول فين. تمام. طيب علشان اطلع بقى بالجزء ده بقيس الجزء بتاع الهيب ده من هنا لهنا، بقيس الجزء ده كده، وببتدي ان انا اطلع السطور بتاعتي، لان البلوفر ده بيكون مربع اهو كده. الجزء ده بيكون مربع عادي، اعمل كده. فاحنا بنشتغل الجزء المربع ده وبعد كده بنعمل منه الكمام. دي الطريقة اللي انا باخد بيها المقاسات. لو مثلا بالسنتي ده طلع 70، اللي هو القطعة دي طلعت بس 70، يعني هو الهيب بيبقى رقم اكبر من كده بكتير، ممكن يطلع مثلا 140. فانا بقسمه على الاتنين فهيطلع مثلا الوش الاولاني 70. فانا هستخدم الابر مقاس 9، فال70 دي هيبقوا 70 غرزة على الابرة، مش زيادة ولا ناقص. هما طالما طلع ب70 بالسنتي هنا هيطلع 70 برضو على الابرة. طبعا احنا كمان ممكن ناخد المقاسات عن طريق ان احنا نجيب بلوفر عندنا او حاجة او هودي او اي حاجة عندنا احنا بنرتاح في مقاسها وعايزينها تطلع بنفس المقاس ده، ونقيس بالمزورة نفس الاماكن اللي انا وريتها لكم، اللي هو الجزء بتاع الكولا والجزء بتاع الهيب، علشان نعرف هنطلع منه ازاي. وبس كده. احط بقى الغرز اللي انا اشتغلتها جنب الديزاين كده علشان اعرف انا هحط ايه فين.
ممكن كمان اغير الغرز. كده كده ان شاء الله في كل مرة هعلمكم غرزة جديدة وطريقة جديدة، عشان انتوا لو حبيتوا ان انتوا تصمموا بنفسكم وتعملوا حاجة بنفسكم تبقوا عارفين هتشتغلوا ازاي. كده سيدتي انساتي تنتهي حلقتنا لليوم. اتمنى ان يكون الحلقة عجبتكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وعليكم واجب على فكرة، هو ان انتوا تعملوا الغرز دي تبعتوها لي على الانستجرام، تبعتوا لي صورتها، عشان الغرز دي اهم حاجة في التريكو كله، فلازم تتقنوها عشان تقدروا تعملوا منها البلوفر. وبس كده، اشوفكم على خير في الحلقة الثالثة. باي.